البطة بتاعتك لسه هتبيض او بدأت تبيض او فاضل لها اسبوع ولا اتنين وتبيض، او عايزة تعرفي معلومات عن ازاي تخلي البطة تبيض ضعف البيض اللي هتبيضه. يعني لو هتبيض 10 تبيض 20، لو بتبيض 15 تبيض 30. وكمان البيضة تبقى كبيرة وحجمها كبير، لان حجم البيضة لما بيكون كبير بطبيعة الحال البطة الصغيرة بتطلع حلوة. يعني بيطلع البط ما شاء الله صحته حلوة ويكبر معاكي بسرعة. في 3 حاجات تعمليهم عشان تخلي البطة تبيض بيض عدد ضعف البيض، وكمان البيضة تبقى كبيرة. وكمان شوية معلومات مهمة قوي قوي عن البيض، زي البطة امتى بتبيض وازاي بتبيض وبتاخد وقت قد ايه على بال ما ترقد، وطبيعة البط اليومين دول واللي حاصل فيه. وساعات تلاقي البطة تبيض وتقطع بيض شوية وترجع تبيض تاني، طب اعمل ايه؟ واسئلة كتيرة بتجيني عن الموضوع دوت. وفي كمان ناس بتاخد البيض تجمعه عندها ومش عارفه تحطه فين وترجع. في ناس معرفش جت في فتره كده يقولوا حطوا البيض في التلاجة، وده كان يعني معرفش الناس دي كانت بتفكر ازاي. فكل الكلام دوت ان شاء الله هنقوله النهارده في الفيديو بتاع النهارده. تابعوني عشان ان شاء الله تلاقي اجابه لكل اسئلتك عن ترقيد البط وعن انتاج البيض، وازاي تخلي البطه ما شاء الله تبيض معاكي بيض كويس جدا وتطلع معاكي بيض، وكمان البيض يطلع كله في يوم واحد. ودي اهم حاجة يا جماعة. الناس اللي ما بتاخدش بالها من الحكاية دي، البيض طبيعي لما بطتين 3 يطلعوا والباقي لسه ما طلعش، فالباقي ما بيطلعش. عارفة ليه؟ لان البطة بتكون زهقت وقامت وما بقتش تقدر تظبط الحرارة بتاعة البيض كويس، لانها مشغولة بالبيض بالكتاكيت الصغيرة اللي خرجت. فهنا بيبوظ منك البيض. ودي حاجات كلها مهمة وهنتكلم عنها النهارده ان شاء الله بكل التفاصيل. نسمي الله كده ونصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبدأ الفيديو بتاعنا. أول حاجة، العمر اللي بتبيض عليه البطة بتبيض من عمر 6 شهور أو 7 شهور، والبط المسكوفي بيبيض من عمر 5 شهور. البطة دي أنا مربيها معاكم هنا على القناة من أول عمر يوم، وعاملة لها تأسيس هي وكانت إخواتها عشان يبيضوا، والكلام ده كله كل الحاجات اللي عملتها اليوم. لو انت عايزة الفيديوهات بتاعة تأسيس البط دي اكتبي لي في التعليقات وانا احط لك الرابط. وتربية البطة دي من أول عمر يوم برضو، دي كانت بطة مسكوفي وأنا مربيها مخصوص عشان الجيل بتاعها اخد منها أجيال تكون حلوة، سلالة حلوة. أحلى سلالة تربيها للبيض لإنتاج البيض هو البط المسكوفي. ربي الذكر مسكوفي والنتاية مسكوفي، هتدعي لي على نوعية البط اللي هتطلع عندك. بسم الله ما شاء الله. بط ممكن تذبحي منه من عمر شهرين. انت متخيله يعني ايه بط بلدي تذبحيه من عمر شهرين؟ فما شاء الله لا قوه الا بالله. بس ربنا ايه يطعمنا كده ويبارك فيهم ويكفيهم شر الامراض وشر الفيروسات وشر الحاجات اللي بتيجي على مسهوه دي. البط المسكوفي بيبيض عمره 5 شهور. البطه دي عندي بيضت والله 5 شهور. والبط البلدي بتاعنا العادي 6 شهور 7 شهور. تمام كده؟ تمام. دي اول حاجه. تاني حاجه، انا عايزه اخلي البطه بتاعتي اعمل لها ايه قبل ما تبيض وبعد ما تبيض. البطه لما بتكون عندك بتطلع بتاخد وقت علشان ترتاح، بتاخد حوالي 12 يوم او اسبوعين، يعني 12 ل 15 يوم بتريح فيهم من ايه اول ما بتخلص رقاد وتطلع يعني تخلص يعني كانت راقده اهي وقامت من البيض. تمام. ال 15 يوم دول ما ينفعش تعديهم كده، لازم تهتمي بالبطه بتاعتك في الفتره دي. طب هديها ايه عشان تبقى كويسه؟ اول حاجة، طول ما البطة كانت راقدة كنت بديها علف تركيز 21%، مع تشيشة ورده. تمام، مش صافي. طيب لما البطة طلعت من البيض برضو بفضل استمر اديها علف تركيز 21% مع تشيشة ورده. بحط لها ايه في المية بقى؟ كام حاجة كده مهمين قوي بنحطهم لها في المية علشان ترجع انتاجها للبيض يبقى كويس وما تحصلش ليها مشاكل. اول حاجة بحط لها يود اللي هو عشان الريش، عشان البطة وتجديد الريش والكلام ده. بحط لها يومين يود 5 سنتي على لتر مية. اليود ده بيطري، مش اليود بتاع الجروح اللي عندنا في الصيدلية البشري، لا البيطري. تمام. بعد كده بحط لها يومين حديد اللي هو الشراب بتاع الاطفال، حديد من الصيدليه البشري ده بشري. بعد كده بحط لها يومين احماض امينيه من عند البيطري. يبقى حاجتين من عند البيطري وحاجه بشري، يود واحماض امينيه من عند البيطري، والشراب بتاع حديد، شراب حديد من عند الايه البشري، الصيدليه البشريه. بحط غطا على لتر، كل حاجه يومين يومين، ادي كده ايه 6 ايام. بعد كده بعد 6 ايام دول بحط لها سيلينيوم لمده 4 ايام او 5 ايام. احنا عندنا 15 يوم،
فهحط بقى ايه، انا خدت 6 ايام الحاجات اللي هي بتاعه الريش دي عشان تقوم تبقى قويه. وبعد كده هحط لها سيلينيوم. السيلينيوم بقى بشري، شريط من عند الصيدليه البشري. بحط اطحن كل يوم قرص على 2 لتر ميه واحطهم ليها كل يوم واحده لمده 5 ايام. بسم الله ما شاء الله، البطه هتبقى في حته تانية، ريش وجسم وصحه وكل حاجه. بعد كده فاضل ايه 5 ايام كمان. ببدأ بقى ان انا احط لها فيهم آم، شرب الديدان بندكس، علشان خاطر يعني اقضي على الديدان كل المشاكل اللي بتبقى عندها. بحطها لها مره واحده. بعد كده وخلي بالك شوربه الديدان دي المفروض بتكون ماشيه عليها طول العمر، كل 15 يوم بتحطها لها مره. بجيبها برضو بشري، في نوع اسمه فيرميزول هو الموجود دلوقتي، بطحن قرص على 2 لتر ميه. ده كده يوم خلاص. بعد كده لازم وضروري جدا جدا ان انا اعمل لها شوية حاجات بقى، هفضل اعملهم حتى لحد بعد ما تبيض. كده فاضل حوالي 4 ايام او 3 ايام هبدأ اديها فيهم ثنائي فوسفات الصوديوم. ثنائي فوسفات الصوديوم ده من عند البيطري، دي املاح مهمة جدا جدا جدا. وده بقى هقولك ال3 حاجات اللي هنبدأ فيهم بيكبروا البيضة بتاعة البطة. هبدأ اديها 3 ايام ثنائي فوسفات الصوديوم. كده هتبص تلاقي البطة بسم الله ما شاء الله بدأت تبيض معاكي. لما البطة تبدأ تبيض هبدأ ان انا اديها علف. هبدأ ان انا اديها علف ايه، علف بياض. هغير العلف اللي 21 واديها علف بياض. بسم الله ما شاء الله تبارك الله، البطة بتاعتي بدأت تبيض اهيت. يا حرام هي بيضت 4 بيضات من غير ذكر، ما كانش لسه عندها ذكر. رحت اشتريت ذكر بعد العيد على طول. الذكر اللي قدامكم دوت انا شارياه من السوق بحوالي 260 جنيه. نوعه تقريبا كده مسكوفي او سوداني، يعني هو شكله مخلط مسكوفي على سوداني. بس انا يعني البط الدكر اللي كان عندي ذبحته، لان زي ما قلت لكم قبل كده ان انا يعني كان حصلت له مشكله هو والبطه التانية، والحمد لله. المهم انها بيضت 4 بيضات من غير ذكر، فخدتهم طبعا شلتهم. وبعدين جبت لها الذكر ده بعد طول على طول بعد العيد. وبعدين هي بدأت تبيض. الناس بقى بالنسبه لموضوع البيض ده، اول ما البطه تبيض زي ما بقول لك هتبداي تحطي علف تركيز 16 علف بياض، تركيز 16 ده هيخلي البيض يكبر، وهيخلي البيض كمان ما شاء الله، يعني البطه تبقى صحتها حلوه والبيض عدده يزيد. في الشتاء البط بيحب يبيض في حاجات زي كده، يعني في عشه تكوني انت عاملاها زي كده. انما في الصيف هي خدت المكان ده خلاص، هي حره. بتلاقي البطه بقى منطوره البيض ده في الارض كده ومفرضاه عادي. الناس اللي تقول اصل البطه مفرده العيش البيض، عادي جدا سيبيها تفرده مفيش اي مشكله خالص. هي بعد ما بتخاف عليه لانه الحراره العاليه بتخلي البيض مع بعضه يفسد، فهي بتعرف تظبط درجه حرارته. ليه تاخديه وتلميه وتشيلي همه وتقولي حطه فين وحطه ازاي؟ وفي بقى الاسخم الناس تقول لك تحطيه في التلاجة. تلاجة ايه يا حاجه؟ البيضه دي فيها المفروض ان فيها كائن حي، يعني المفروض هيطلع منها جنين، تحطيها في التلاجة تجمد، مش هينفع تاني. فما انا ما انا عن نفسي ما بحبش اشيل هم الحاجه اللي زي كده. هي مع نفسها وتعود على كده، بدل ما تتعود على الدلع، بدل ما تتعود على ان انت تفضلي تشيلي وتحطي. طب ليه؟ هي على طبيعتها وعلى فطرتها. انت ما عليك غير انك توفري لها مكان لها لوحدها، مفيش حد يزعجها فيه، مفيش فرخه تنكش ولا ديك يضرب ولا كلب يخش يضربها ولا الكلام ده كله. اهم حاجه الامان، وفري لها الامان، مكان ليها لوحدها بس هي والذكر. ومجرد ما تخلص بيض وترقد على البيض، الذكر يا تنزليه في مكان تاني يا اما تربطيه، لان الذكر بيضايقها وهي ايه بتكون راقده، بيخوفها وبيخليها ما ترضاش تعرف تاكل تطلع تاكل تشرب ولا تاكل خالص. هي في الغالب لما بترقد بتظبط الدنيا وبتظبط المكان، تبدا تنتف ريش. لما انت تبص تلاقيها نتفت ريش كده خلاص تعرف انها قربت ترقد. اما ترقد بقى يوم واتنين خلاص تروحي رابطه الذكر. البطة بترقد 28 يوم في الصيف و30 ل 31 يوم في الشتاء حسب حرارة الجو. هي بتقلب البيض براحتها. بعد 10 ايام تقدري تفرزي البيض، زي ما قلت لكم في الفيديو اللي قبل كده، تجيبي كشاف وتحطي البيضة عليه وتعرفي. وقلت لكم ازاي تعرفوا البيضة اللي فيها جنين والبيضة اللي ما فيهاش، والبيضة اللي فسدت والبيضة اللي لسه تقدر تعيش كمان. معلومة برضو للناس اللي لسه أول مرة تربي بط يرقد، البطة ما بتطلعش كل يوم، في نوعية على حسب، يعني بطنا البلدي بتاع زمان كل يومين تطلع تاكل وتشرب.
لما بتيجي تطلع تاكل وتشرب بتعمل اخراج كده زي الاسهال. ما تخافيش ابدا، ده عادي جدا علشان الرقاد، عشان هبقى لها فتره طويله راقده على البيض. تمام. انما البط المسكوفي ده كل يوم العصر، كل يوم بعد العصر، وكانها ظابطه نفسها على الاذان. اول ما الاذان يدن تطلع تاكل وتشرب، ترجع ترقد على البيض بتاعها تاني. في الصيف بتطلع كتير وفترة طويلة عشان تهوي البيض وتخفف من درجات الحرارة. في الشتاء لا، ممكن تطلع حبة صغيرة وترجع تدخل جري عشان خايفة على البيض بتاعها لا يسقع. هي عندها فطرة تقدر تظبط البيض بتاعها وتقلبه. كل ما عليك ان انت توفر لها المكان زي ما قلتلك. خايفة بقى ان البطة بتاعتك يتكون حواليها فاش او ديدان او اي حاجة زي كده، تنضفي المكان كويس جدا قبل ما ترقد. ممكن ترشي بودرة تحت الفرشة اللي هي بيضة عليها، مش فوق، لان ممكن بتعضعض في الحاجات فتاكل البودرة دي. بودرة نمل، بودرة نمل عادية، بترشيها تحت الفرشة او تحت العفش اللي هي عاملاه، وبعدين تحطي القش وبعدين تحطي البيض عادي. لو انت خايفة ان يكون يحصل فش او في المكان او حاجة، لكن لو المكان نظيف ان شاء الله مش هيحصل فش ولا اي حاجة. كمان البطة قبل ما زي ما قلت لك بعد 10 ايام بتفرزي البيض. اول ما البطة تعدي ليها كده فاضل 3 ايام وهتفقس والبيض هيطلع، تجيبي شيح من عند العطار، يعني مثلا معلقتين كده، وتروحي رشاهم على البيض علشان يطلع البيض كله مرة واحدة. البيض كله يطلع مرة واحدة، لان البيض زي ما قلت لك لو طلع مره اتنين ومره اتنين وكل شويه اتنين، البطه بتطلع معاهم، بتبقى خايفه عليهم، بتحاول تحميهم. بيقوم البيض اللي هي سايباه بره او جوه نايمه عليه يموت، لانه سقع برد. انت ما تعرفيش هي قامت من امتى، او البيض ده فقس معاها من امتى. البط بتاعنا خفيف وعقله خفيف، مش زي بط الاجانب. الاجانب بيفضلوا لازقين على البيضه، اعوذ بالله. حتى لو في معاهم 100 فرخ بيفضلوا حاضنين فراخهم وحاضنين بيضهم. انما اللي عندنا احنا لا، عندنا احنا اول ما بيلاقوا فرختين كده طالعين او بطتين طالعين تحتهم، خلاص مش عايزين حاجة تانية من الدنيا. الامومة بتبقى واخداهم اكتر. فلا، انتي خلي بيضك كله تحط، بيض الفرخة كل البطة كله مرة واحدة. طب لو انتي حابة، الناس اللي حابة انها ترقد بيض فراخ تحت البطة، تشوفي بقى بيض الفراخ بيطلع بعد عمر 21 يوم، يبقى انا هحطه تحت البطة بعد عمر 10 ايام من الرقاد. يعني هي رقدت النهاردة، اعد 10 ايام وابدا ان انا افرز البيض بقى بتاعها، اشيل اللي ما فيهوش جنين واحط بقى مكانه زي ما عملنا في الفيديو اللي فات. ولو انت عايزه الفيديو بتاع حط تاني البيض دوت وطريقته ازاي بيض الفراخ، اكتبي لي في التعليقات ونحط لك الرابط بتاع الفيديو ده. هتحطي بقى البيض بتاع الفراخ، وتشيلي البيض الفاسد بتاع البط وتحطي مكانه بيض فراخ. طيب ااكلها واشربها طول ما هي راقده؟ اول حاجه زي ما قلنا علف بياض. اول بيضه تبيضها علف بياض لحد ما ترقد. بعد ما ترقد هرجع تاني العلف 21. خلي بالك من الحته دي. هحط لها طول ما هي بتبيض هحط لها ثنائي فوسفات الصوديوم، هكمل عليه، هفضل بحطه ازاي؟ يومين واريح 3 4 ايام، يومين واريح 3 4 ايام. اليوم 3 4 ايام اللي بريح فيهم بحط خل، بحط فلاجيل قرص. يوم واحد فلاجيل، يوم واحد خل. بعد كده احط كالسيمات بشري يومين ورا بعض او 3 ايام، قرص كالسيمات بشري. وافضل على كده على شويه الحاجات دول، يعني سيلينيوم، ثنائي فوسفات صوديوم، فلاجيل، خل، كالسيمات، لحد لما البطه ترقد معاكي بسلام. اول ما البطه رقدت خلاص بقى هوقف كل الحاجات دي، وهبدا ان انا احط لها على الميه، ميه عاديه خالص مفيش فيها اي حاجه. ما تحطيش بقى الا مثلا كل كام يوم كده، حطي مثلا مره خل، كل كام يوم مثلا تحطي مره فيتامين حديد عشان هي راقده وتعبانه. بس عندك مثلا اي بانش او اي حاجه من الفيتامينات دي حطي. ما عندكيش مش مشكله، ممكن بقى تحط لها مثلا شويه حلبة، يعني تغلي حلبة وتحطي حلبة على المية ليها، ممتازة جدا جدا طول ما هي راقدة. بس كده. لما تخلص تطلع بيض بقى، ترجعي بقى ان انت تاكليها مع البط بتاعها الصغير وتشربيها معاه وتديها علف 21 معاه، وترجعي تعملي لها الكورس اللي احنا عملناه تاني زي ما قلنا من الاول. وهكذا هتاخدي بقى منها اعلى انتاج بيض. لو البطه هتبيض 10 ما شاء الله هتبيض 20 و30 بيضه. البيضه هتبقى كبيره، البط كمان هيطلع كبير، وهتبقى عندك احلى انتاج من البط. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناه. وشكرا والسلام عليكم.